احتمال لو حد جالك من المستقبل وقالك انك هتكون ملياردير هتبدأ تجهز خيالك للذهب والياقوت والمرجان والستات واصحابك اللي ممكن تغير حياتهم. اول واحد احتجت له في سؤال اللي اعمل معاه الصح انا واسنده لو مال، وهم يبقوا حواليك متأثرين قوي بنجاحك وشهامتك، وانتي كمان اكيد هتفكري في العربيات والمجوهرات ومصانع الميك اب والشوكولاته والاندومي اللي انتي ممكن تشتريها. لكن الحقيقه انك غالبا مش هتعمل اي حاجه من دي، لان الاغنياء فعلا اتضح ان في منهم اللي ما عندوش فيسبوك ولا انستجرام، ويمكن بعضهم لسه بيستعمل التليفون الارضي. ازاي الكلام ده وليه بيعملوا كده؟ انا نورة الخياط وده اخر متر. مرجان الحقونا. اباشن كتيره قوي في الشوارب، يا اما مشقوره يا مشقره، لان هو كان كريمي ومصلص في نفس الوقت. في نظريه جميله قوي في الشارع المصري اسمها تلاقي امه اللي جايبها له، ودي بتتقال على اي حد راكب عربيه حلوه قوي ومعدي بسرعه او بيسوق غلط. نفس النظريه دي بتاثر على طريقه انفاق اي ملياردير لفلوسه. هتقولي ازاي؟ هقولك. الملياردير من دول بيخاف يصرف ببذخ عشان الناس ما تفتكرش انه كسب الفلوس دي بالساهل، ومعنى كده ان في وجهه نظر بتقول انهم بيبقى نفسهم يخربوها لكن خايفين عشان الناس ما تاكلش وشهم. وده اللي بيقوله مثلا موقع SBSB في تقرير عنوانه Do Rich People Deserve to Be Rich، وهو اكبر موقع في العالم لعلماء النفس الاجتماعي ودراسه الشخصيه. طب ازاي الاغنياء بيفكروا في الفلوس اصلا؟ في راجل برنس جدا اسمه فارون دوجز بيقول لا استنى، قبل ما تعرف قال ايه لازم نعرف في الاول مين الراجل ده. فارون دوجز ده هو الرئيس التنفيذي لمجموعه هاريسون واليس الماليه، والكلام اللي قاله مهم جدا في المساله دي، واكيد هيخلي دماغك تلف وتفكر بشكل مختلف في موضوع الفلوس. الراجل ده بيقول ان المليونيرات غالبا مش بيعملوا اي حاجه زياده في الدنيا، وانهم ممكن يشتروا عربيه مستعمله عشان سعرها بيكون افضل كتير، وبيكملوا بتليفوناتهم اللي معاهم كذا سنه طالما بتقول الو، وبيحاولوا يستثمروا فلوسهم طول الوقت. ولو بصيت على الايفون اللي في ايد حماده ابن خالتك وجايبه بالقسط هتعرف اكيد ان الكلام ده سليم الى حد كبير، وان ليه الاغنياء اغنياء واحنا فله شمعه منوره. وعشان كده مثلا وارن بافيت اللي ثروته اكتر من 112 مليار دولار ما غيرش بيته من 50 سنه، وعنده 20 بدله بس، وعنده ساعتين بيبدل فيهم، واحده رولكس مراته كتر خيرها كانت جايباها له هديه، والثانيه بتاعت ميكي ماوس، ودي بالكتير ممكن تكون ممتلكات موجه جغرافيا او مدير مكتب في مديريه الزراعه. وبيحب قوي ياكل من ماكدونالدز اللي هو يعتبر مطعم فول وفلافل في امريكا. قال لك انا لا عايز كمبيوتر ولا عايز موبايل، انا عندي كمبيوتر في دماغي، وقرر يتبرع بعد ما يموت ب 90% من ثروته لمؤسسه بيل جيتس الخيريه اللي هو من اغنياء العالم برضه. فملياراتي على ملياراتك ونشبرقوا على الكوكب كله. دنانير في البنك وفلوس بتكون في البنك ومليء في كلام ومقام 50 في تمام. امال بقى كارلوس سليم الحلو صاحب ال 80 مليار دولار فده مكسيكي لبناني الاصل، يدخل الباشا على اي شركه خسرانه وقبل ما تجيب ظروفها يحولها لواحده من انجح الشركات لحد ما بقى اغنى واحد في المكسيك. وطبعا هتقولي زمانه خاربها عربيات وطيارات ويخوت وسفر هنا وهناك، بس هصدمك واقول لك انه لا، حتى بيته اللي فيه 6 اوض بقاله 40 سنه وشايف انه مش محتاج اكتر من كده، وملوش اي علاقه بالسوشيال ميديا، وبيصرف في التعليم والصحه والثقافه اكتر من اي حاجه تانية. اما ست الكل اللي اقل صوبع روج في البراند بتاعها بنص مرتبي، فرانسواز بيتنكور صاحبة براند لوريال المشهور، ثروتها تعدي 93 مليار دولار، عايشة في شقة عادية جدا في فرنسا، ولا ليها في الشهرة ولا المنظرة. يعني الناس اللي معاهم فلوس لو اكلوها ما تخلصش، عايشين حياة اكتر من العادية، وانت يا ولده عمال تبعزق ولا همك وعايش حياة مش لايقة على مرتبك اصلا. ما تنساش تشير الحلقة دي مع اصحابك وتقول لنا بتعرف توفر قد ايه من مرتبك، واستنونا دايما في اخر متر. فرانسواز بيتنكور صاحبة براند لوريال، انا قلت بالعافيه ان الكلام ده سليم الى حد كبير، لا الى حد كبير. يا ساتر شاطر.